كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ايامكم كلها افراح ومسرات، والله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله الاعمال الصالحه، وندعو للحجاج بان الله يتقبل منهم حجهم حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور وتجاره لن تبور ان شاء الله. واسعد الله ايامكم واسعد الله ايامك حج علي اجمعين ان شاء الله. شلونك اخبارك؟ يلا شباب كل عام وانت بخير. الله اسمح لي يخليك. بس ارحب بالمشاهدين الكرام واصدقائنا واقول لهم كل عام وانتم بخير وايامكم سعيده ان شاء الله، ويا ربي يعيد هاي الايام على اهلنا وبلدنا وكل امتنا العربيه الاسلاميه بالخير والمحبه والفرج ان شاء الله. احنا بيوم خاص، احنا ما عندنا حلقه خاصه او موضوع خاص اليوم، احنا بمناسبه خاصه. اليوم ندعي الله سبحانه وتعالى ونشكر على النعمة اللي أنعم بها علينا. اليوم يعني قوة الغني ويا ضعف الفقير بالتفاتة إنسانية أوصانا بها الله سبحانه وتعالى تطبق اليوم. يوم فرحة الطفل، شنو بعد احنا اليوم الريوق مال العيد، مراجيح الأطفال، هواي أشياء اليوم سميط. هو فعلا مناسبة خاصة مو حلقة خاصة، إن شاء الله ناخذ أيضا آراء أصدقائنا ومشاهدينا إن شاء الله ونتواصل. شو محضر لنا أحمد اليوم يعني؟ أنت شو محضر لنا؟ أنا كل شيء محضر اليوم. وأنا كل شيء محضر اليوم. أي أحمد دائما تحرجني أنت، يعني دائما ملتزم بالمواعيد دائما، طبعا هاي شقة. أي. اليوم عندنا نحكي عن العيد أحمد، لأنه أنت سويت اليوم من الصبح؟ والله اليوم طلعت ويا محمد اسماعيل ظل نايم. صلينا العيد، وطبعا أول شيء أسويه أنا خبرت الوالدة عادت عليها ورجعنا نمنا، لأن كان واحد وعدنا بريوق بأول يوم العيد وشو ما قال شيء يعني. خبرنا عايدنا على أساس إنه يعني يقول ها تعالوا يلا منتظركم، ما كان. والقبلها بيوم اللي كانوا موعدنا على فطور. فطرنا كلنا سوا. ايه. انت ايش سويت اليوم؟ والله هي مثل كل عيد، يعني خصوصا احنا كطلبه مغتربين، يعني تقريبا عيدنا متشابه، صلاه العيد وبعدين رجعه والنوم، وطبعا ممكن صلاة الجمعة فاتت أو ما فاتت، يعني 3/4 الشباب فاتت عليهم صلاة الجمعة اليوم، منهم أنا طبعا. ف يعني ها روتين. بس شنو اللي هسه إذا رجعنا مثلا للعراق، شنو اللي كان موجود بالعراق زمان أنت بذكرياتك بطفولتك؟ شنو اللي تتذكره بالعيد؟ شنو أبرز الشغلات اللي عالقة بذهنك لحد الآن؟ طبعا يعني هو العيد اعتقد مو بس بالعراق، باكثر من بلد، يعني بلادنا العربيه بالذات متشابهه بالطبائع والعادات. بس احنا يمكن اللي يميز عيدنا الاطفال، يعني او طريقه الفرح او فرحه الاطفال تختلف عندنا. اذا تتذكر ما ادري هاي انت حاضرها لو لا احمد، مال الاشياء المؤقته هاي اللي ينصبوها بالعيد، بس كانت مراجيح ودولاب الهواء، هاي الحديد اللي دائما اني يصير عندي اصابات بها كانت. هاي اللي تميز عيدنا. بس الحلو بالعيد انه تدري عيد هو ايام فرحه وايام عطله دائما تكون، فالواحد يستغلها بزياره الاهل الاصدقاء، يعني يشوف كل الناس اللي مثلا ما شافهم صار فتره، يعني هذا اعتقد احلى شيء بالعيد، احنا محرومين منه. زين اكو يمكن حاله كنا عايشناها كاطفال، من كنا اطفال مو هسه احنا كبار ما شاء الله، كبار ونلتزم بالكلمه والموعد. لا ومن نواعد اسماعيل الساعه فمن يجي اسماعيل ف شافوا الحركه هاي اللي ضحكت على اسماعيل لان الكاميرا على الاثنين كانت. فالجهاز من كنا اطفال يعني كنا من يشترون هدوم العيد ما يخلونا نلبسها، يزعل علينا العيد. ليش احمد؟ انا يعني الى حد الان ما افتهمت ليش.
وهم هي ما ادري، بس يعني انه حتى لا تفسد فرحتك بالهدوم، وخصوصا انت مثلا اذا واحد هو طفل ممكن يوسخ هدومه وكذا، فاذا لبسها قبل العيد راح يروح يعني بريقها كهدوم زين جديده هو وكذا. اذا هيك يعني ليش الاهل ما ياجلون الهدوم ويشوفون اياها تعزل المحلات، يشوفون اياها مو يشتروها. يعني ليش الطفل يعني مو انت من بين الشغلات اللي تخليك تفرح بالهدوم هو روحتك ويا اهلك لشراء الهدوم. هم صحيح، بس مو الطفل يصير عنده يعني ما يقدر يتحمل انه الهدوم قدامه وما يلبس. لا يشوقوه يعني هي نوع من انواع التشويق شو اسمه. المهم فهاي مثلا الشغله الثانيه مثلا بالرمادي احنا ايضا شايفها هوايه، انه نظرا للتطور الحاصل ذاك الوقت يعني خصوصا فتره التسعينات، كانت وسائل الترفيه جدا يعني تدري طبعا تكنولوجيا حديثه، وهذا كانت صعبه فتكرم على الزمايل يركبون بس هاي ترى موجوده من زمان حتى باكثر من هنا بالقاهره هم تصير اي يجيبون الخيل بالشوارع، الخيل وال شو يسموها هاي قلت مدينه العاب وكذا المؤقته ينصبوها، وبعدين شو اسمه الحلويات الموجوده بوقت العيد اللي هي شعر البنات هاي برا بالشارع وما اعرف ايش وكذا. هذا الاستاذ المخرج يقول غزل البنات، يعني هاي التسميه المصطلح المصري غزل البنات. وفي غزل المحله كمان، لا هذا فريق. وفي غزل دمياط لا بس احنا نسميها شعر بنات. شعر البنات من بين ايضا الشغلات المميزه ريوق العيد. شلون انتم يعني هذا تمارسون هاي الطقوس مال ريوق العيد انتم مثلا؟ احمد اليوم كان الريوق تدري الى حد هسه يجي اسماعيل ويحكي لك ميتين جوع الى حد الان ما اكلنا، لان يعني كنا منتظرين وعد ريوق من واحد صديقنا طبعا يعني ما صارت، بس بشكل عام احنا العيد له اكله، يعني مو الاكله نفسها هي اللي تختلف، بس لانه يمكن لانه نقعد من وقت على الصلاه، كل البيت الشارع كله مليان، يكون الناس كل الناس نازله بالشارع، فاجواء توقيت الاكل هو اللي يختلف يعني، فكان الواحد ما يقدر مكونات شنو المكونات الريوق؟ يعني مثل سمك بالريوق يعني لو شنو مثلا؟ والله هي يعني تصير عادي شكو بيها سمك بالريوق. لا هي اكو اكلات مثلا الجيمر والكاهي مثلا جيمر وكاهي، اكو هواي شغلات هاي الاكلات العراقيه هي المعروفه مال الريوق. حلو. واكو شغله ثانيه لا تنساها بالعيد، الكليتشه. يعني الكليتشه او شو يسموه المعمول مثلا. هاي المعجنات اللي تكون بالتمر او بالجوز او انواع هم موجوده باكثر من بلد، بس الحلو بيها احمد ولا ما اعرف شلون تصير بالضبط، بس الحلو بيها العادات الاجتماعيه اللي تصير من خلال عمل الكليتشه. صحيح. يعني ما ادري هاي هم اريد اسالك انه هاي اكو اشياء راحت مو مثل قبل. يعني تدري كانوا مثلا دائما النساء يتجمعون ببيت او واحد من البيوت حتى يسوون الكليتشه سوا مثلا. تدري هاي الصواني الكبار وياخذوهم الافران، كان اكو هاي الافران بالبيت اللي هي كبيره ما ادري شايفها مخصوصه يعني مخصصه للكليتشه. هاي على الغاز كل شيء فرن كبير حتى يحطوه برا بالبيوت هذه. اي انا واعي انه يسوون بالبيوت همات اذا كميات كبيره يودوها للافران، هذه اغلب اخر البيوت شيء. بس اكو بعض البيوت كانت قبل يعني تلقى بالشارع او اكو بيت او بيتين عندهم هذا الفرن الكبير الطاقين، فتلقى المحله كلها تروح. يسووها بالتنور لو ماكو؟ والله انا ما اعرف احمد، انا بس اكلها الكليتشه يعني. جيد. طريقه تحضيرها شويه ضعيف بها. حلو. زين. على قولتك الجمعه هي يعني هي احلى شيء بالكليتشه او بمظاهر العيد خصوصا عندنا بالعراق. مو الشيء نفسه، يعني مو الكليتشه نفسها هي شو اسمه، ولا مثلا لبس العيد هو نفسه اللي بالفرحه.
وان ما يعني بالعلاقات الاجتماعيه اللي ترافق هذا الشيء، يعني مثلا الكليشه، القعده والجمعه وقعده الجيران والمشاركه. السؤال هنا، هل هاي بعدها موجوده؟ يعني هل هذا التكافل الاجتماعي اللي كان يرافق العيد او الاعياد موجود الان بالعراق او حتى خارج العراق على مستوى الجاليه العراقيه في الخارج؟ كتجربه انا اشوف انه كمقارنه، اذا بدنا نسوي مقارنه، تكافل الاجتماع او هذا الترابط بدا يضعف كثيرا خصوصا في الجاليه العراقيه في الخارج. يعني هذا اللي لمسناه احنا. يعني مثلا ولو يمكن مثال شوي هذا، بس انت مثلا اليوم كم واحد هنأك من اللي تعرفهم؟ من العراقيين قصدك؟ اللي تعرفهم. والله ما ادري شو النسبه، كل عيد تقل بالمناسبه. يعني ما اعرف ليش، بس تدري يعني انا اشوف حتى بالداخل هاي العادات بدت تقل تنحصر. بس يعني ما ادري، انا اشوف احمد انه لها اسبابها. يعني اولا هي حاله عامه مو بس بالعراق. يعني احنا بدنا نشوف، يعني صار لنا كم سنه بالقاهره مثلا نفس الشيء، هم العادات بدات تقل شويه، عدا الاشياء الاساسيه مثل صلاه العيد، الزيارات. يعني من باقي الاشياء تقل تدريجيا. يعني احنا بالعراق لانه ظروف البلد خاصه، الناس شويه تعبانه، يعني اكو ظروف صعبه الناس تعانيها، فيمكن هاي الاسباب تخلي يعني شويه فرحه العيد مو مثل الاول. بالنسبه للمغتربين، يعني احنا شلون نشوف شنو المقياس؟ احنا نشوف مثلا باقي الجاليات مثلا، يعني يمكن اكو جاليات اخرى لانه شويه ظروفهم مستقره كبلد، يعني الله يديمها عليهم. تلقى حتى بالخارج اكو مؤسسه يرجعوا لها، مثلا اكو مراكز ثقافيه خاصه للبلد مثلا هي اللي تتولى جمعتها. بس احنا ما انا اقول لك مو شرط، يعني مو شرط وجود مؤسسه تدفع الناس او هي اللي تلبي الناس. اكو يعني هسه احنا خصوصا انت هنا بمصر بدك تشوف انه اكو جاليات، يعني مثلا الجاليه السوريه ناخذها مثال، الله يفرج عنهم ان شاء الله. الله يفرج عنهم ان شاء الله. تشوف التكافل عندهم كبير، وعندهم يعني مثلا ابسط شيء ما سووها العراقيين مثلا، ووجودهم هنا 6 سنوات في مصر تقريبا من الاحتلال الى الان. ايش قد من الاحتلال الى الان؟ ايش قد؟ من 2003 الى 9 سنوات. 10 سنوات. 10 محمد يسوي لي 10. محمد ترى مو هنا، مو ويانا. محمد ده يقرا بالبيت. زين. ليلتك سوداء يا محمد. ف شنو كنت تسوي ثاني؟ اي على انه بعد العراقيين مثلا ما فد يوم سووا صلاه عيد جماعيه. اقول لك ليش. السوريين اليوم سووا في ملعب بيبسي صلاه جماعيه، اقول لك والعاب اطفال وكذا وهذا. اعتقد يعني احنا مثلا اذا قسنا على المكان اللي احنا قاعدين به، هنا العراقيين ما اجوا مره واحده. يعني كانت تجي اعداد قليله بالبدايه، بعدين زادت، ما اجوا اعداد كبيره مره واحده. فكانوا يعني بعد يعني مو هوايه مثلا، مو متركزين بمكان واحد. الشغله يعني بالنسبه لاخواننا السوريين، يعني مثل ما قلت دائما ندعي لهم ان الله يفرج عنهم. ازمتهم خلت انه عدد كبير مره واحده يجي، وهم الان في الازمه، يعني هسه الازمه شغاله. فموضوع انه التكافل الاجتماعي يكون اقوى، لانه يعني الاحتياج اكبر. تلاقي بعض الشباب، انت تشوف اصدقائنا من الاخوان السوريين تشوفهم هم يدورون على العائلات السوريه، منو جاي، منو محتاج، منو كذا. فيمكن شويه الظروف مختلفه. ف يعني ما ادري، بس هي يعني انا اختلف وياك، بس يعني هي المحصله والنتيجه النهائيه انه بدا يضعف هذا الرابط الاجتماعي والتكافل، بدا يضعف الى حد كبير. يعني مثلا انا مثلا اذا تسالني كم واحد عايدته وكم واحد عايدك اليوم، يمكن 5
يعني 5 عايدتهم وعايدوني، يعني تقصير هم من عندي هذا شو مسوي بالعالم حتى. اي زين، اسالك سؤال بس قبل ما تكمل. انا جاوبك كمل. اذا قبل السؤال، اذا مثلا احنا مثلا من عاداتنا انه الزيارات تروح مثلا دائما تكون على تروح للاكبر، يعني مثلا يتجمعون العوائل عند الاخ الكبير او عند الاب او الجد، مو صحيح؟ فمثلا احنا اذا ردنا نسوي هيك هنا بالقاهره انياق او كذا، يعني وين نروح احنا؟ اخوكم الكبير طبعا ينتظركم من البارحه. نعتز بيك ابو شاب، بس احنا نجي، بس مثلا يعني قصدي مو كل الناس راح يروحون بمكان واحد، فهذا ممكن يسوي ضعف شويه ترى. بس مثلا اذا اكو نادي ثقافي او رياضي شويه يركز على من يسوي النادي الثقافي والرياضي؟ المفروض احنا بيناتنا يعني كجاليه المهم احنا ما نريد ندخل، لكن احنا ان شاء الله نتمنى ان الاوضاع تستقر وتتحسن اكثر. إن شاء الله. احنا عندنا فيديو نشيد سامي يوسف عن العيد، فنشوفه. اختيارات احمد طبعا باخر لحظه طبعا. نشوفه ونرجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله. يوم عيد Children are wearing new clothes, bright colors fill the streets. Their faces full of laughter, their pockets full of sweets. Let us rejoice indeed. This is the day of Eid. Let us rejoice indeed. For this is the day of Eid. Full of worshippers in rows, straight and neat. Their Lord they remember, His name they repeat. Their hands are raised to the sky, they supplicate and plead. On this blessed day, forgive us the entreat. Let us rejoice indeed. This is the day of Eid. Let us rejoice indeed. This is the day of Eid. حياكم الله اخواننا من جديد. طبعا علي اليوم ضايج انه ماكو كليشه. ايوه صار له ساعه يدور كليشه، مع انه انا سويت له قهوه بس هو يريد كليشه. محمد واعدنا بكليشه. مو وعدتنا بكليشه؟ كل مواعدتكم لا الكليشه بالعيدين. الاستاذ مخرج يقول لي بالعيد ما هو لحمه استاذ المخرج يقول لي انه العيد الكبير لحمه وعيد الصغير كليك. يسموه بالمناسبه عيد اللحمه يعني للشقه. لا احنا اللحمه شغاله مع كل المواسم 24 ساعه.
شنو بعد ما ادري علي، انت اثناء النشيد من كان شغال حكيت لي عن موضوع ايضا فد شيء كنا نسويه بالعيد من كنت تحكي على اللي هي تقليد زياره المقابر بالعيد. طبعا بعيدا عن زياره المقابر نفسها، هو مثل تعبير عن الوفاء. تدري انت من عندك شخص عزيز عليك وفقدته، يعني ولو رمزيا انه انت تروح يعني بنوع من الوفاء تسلم عليه او تقرا له الفاتحه او كذا. هاي الشغله اعتقد لها اسباب تاريخيه. احنا هوايه من عاداتنا كعراقيين وحتى باقي الشعوب اكو هوايه منها تاريخيه. اذا رجعت شويه هوايه يعني تاريخيه، مثلا اذا رجعنا للبابليين هواي مفارقات احب يعني اذكر لك اياها، لانه هواي اشياء احنا ما نعرفها. الاعياد عند البابليين طبعا كان اكو عيد اسمه اكيتو. اكيد اعرفه. عند البابليين طبعا هذا تحول للاشوريين، وهو نفسه عيد الربيع او عيد نوروز او هذا كله كان بابلي. هذا كان اعتقد الاول من نيسان. بالمناسبه نيسان شهر ماخوذ يعني اصلا تسميه عربيه من النيشان، العلامه، لانه البابليين سموه نيشان او علامه، يعني لانه هو هذا علامه دخول الفصل الجديد. كان عندهم موسم الحصاد في بدايه الربيع. هاي من المعلومات؟ هاي من دراساتي ومن النت. ويكيبيديا. اي ويكيبيديا نعم. كان العيد عند البابليين فد شيء مهم، لانه كانوا يسووا 11 يوم. يا ريتنا ضلينا على البابليين. احنا الجامعه 3 ايام واثنينها عطله يعني. حتى على الجامعه شايل احمد اليوم. خميس واثنين، يعني اثنين عندنا عطله وخميس هي العطله الرسميه وحسبه هو العيد. يلا مو مشكله، بس جامعه باسماعيل بس هسه بس علي عبالي. وين دا احكي احمد؟ لا تقاطعني ترى. بالنيشان 11 يوم. 11 يوم. بس سببها حلو. ليش 11 يوم؟ طبعا هم من زمان البابليين عرفوا حساب الايام، يعني عندهم السنه القمريه اللي هي 12 شهر مقسميها من زمان. هذا الحكي طبعا الاعياد موجوده من 5300 قبل الميلاد. كان مقسمين السنه 4 فصول و12 شهر قمري. من كانوا من حددوا وقت لدخول الفصل وسووا عيد، اكتشفوا انه لانه الشهور القمريه تختلف عن الشهور الشمسيه، فاكتشفوا انه يصير اكو يعني كل سنه يتقدم او يتاخر حسب الفصول. فشافوا الفارق بين الشهور القمريه والشمسيه 11 يوم، فسووا ل 11 يوم عيد حتى يعني يحافظون على هذا الفرق. حتى بالتقويم، ولو موضوع شويه بعيد بس معلومه تستحق انه تذكر، بالتقويم البابلي لحد الان موجود. هو اول شهر به نيسان بالمناسبه. كانوا كل 3 سنين السنه الرابعه يسووا 13 شهر حتى يعدلون يعدلون حتى يتساوون يكافئون الشهور القمريه حتى حتى بالتقويم الهجري هذا كان. وعلى ما اذكر السنه العاشرة للهجرة اعتدل التقويم الهجري. اليهود إلى حد الآن يتعاملون بهالطريقة وماخذين التقويم من البابليين، لأن تدري القصة مال سبيل اليهود في بابل. المهم العيد عند البابليين كان له طقوس يمكن قريبة من أيضا بعض الأشياء، طبعا مو كلها، ومن أهمها زيارة المقابر. كانوا يسوون احتفالات على قبر الإله مردوخ أو مدري يعني واحد من الأهلها، يعني ما حافظ الأسماء. اسماعيل لا تضحك رجاء. كانوا يسوون مواكب كلش كبيرة بالأيام اللي بعد الأيام الأربعة الأولى. الأيام الأربعة الأولى
أحمد كلها تنظيف للبيوت وللشوارع وللمعابد. ومو بس تنظيف، كان عندهم التطهير. ومنا العلماء يقولون انه بدت اكتشاف هاي البكتيريا او الاشياء الدقيقه ماكو. هم كانوا عارفين انه اكو اشياء ما تنشاف بالعين المجرده، كانوا يسووها. هاي طبعا الى حد الان احنا عوائلنا البيت تلقاه كل شيء ما بيه، بس لازم قبل العيد تلقى البيت كله مقلوب. صحيح. دا يتنظف. صحيح. فالنقطة ولو أخذت شوية لمحة تاريخية عن العيد، عادي بس الموضوع هو زيارة المقابر، إنه كان موجود من زمان. صحيح. وشوف يعني المعنى إنه حتى التواصل مو بس ويا الأحياء بالعيد، يعني هذا شوف مدى قوة التكافل الاجتماعي. يعني أنت مو بس تتواصل مع الأحياء، أنت تتواصل أيضاً مع الأموات، كأنك تريد تبقي ذكرى من فقدتهم يعني. مضبوط. فهذا يعني نتمنى أنه هذا المعنى يرجع يعود من جديد في أيامنا، وخصوصاً إحنا بالعراق نحتاجه كثيراً. يعني نتمنى أنه يكون موجود بمعناه الإيجابي، يعني مثل ما أنت تقول. والموضوعي. اللي هو يعني التواصل ويا الأحياء والأموات مثل ما ذكرت، جزء من الوفاء، بس ما يتحول إلى أنه إحنا عيد فرحة، عيد يعني ما يتحول إلى أجواء حزن أكثر من اللازم يعني. صحيح. ولو يعني مقولة عيد بأية حال عدت يا عيد وجوز تنطبق على كثير من البلدان، خصوصا للأسف. سوريا والعراق. وإحنا إن شاء الله نتمنى أنه العيد الجاي يمر علينا وقد تخلص العراق من الشرور اللي بيه، وقد تخلصت سوريا من الإجرام اللي قاعد يصير بها على يد المجرمين. إن شاء الله. الله ينصر أهلها الثوار. احنا راح ناخذ هسه فقرة، أو جانا إسماعيل راح ينضم لنا إسماعيل وهو من سوريا أيضا. تفضل يا باشا. إسماعيل طبعا راح يقدم لنا فقرة فقرة الإلكترونيات. باشا ايامك سعيدة. الله ايامك. باشا. استشرب. استشرب. هسه مو محضرين، احنا اول شيء كل عام وانت بخير. انت بخير، الله عليك الصحة والسلامة. شو عاد علي ها؟ علينا. الله يخزك. ان شاء الله. الله يعيد عليك بالصحة والسلامة، توفيق، وعلى سوريا بالفرج ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله. الله يسمع منك. شلون اخبارك؟ والله شلون كان العيد هاليوم؟ تحفه. رهيب طبعا. شفت الريوق مال احمد؟ شو يخبل جن، فظيع. شلون جيمر؟ اوف من الاخر يا باشا. المهم انت شو الاخبار؟ والله الحمد لله. احنا ننتظر انت اليوم عندك معلومات جديده عن شيء جديد نازل. انا اقول لكم انتم العيديات شو بتعملوا فيها؟ احنا من زمان لما كنتوا صغار العيديات شو نسوي بيها؟ أنا كنت أجمعها. أنت تجمعها؟ أنا هم يعني نشتري بيها شغلات. زين. طيب قال لك شعر بنات غزل البنات. زين. بس يقول لك يعني أنت مثلا هلا بالوقت الجديد من قبل كنت تجمعها مثلا، طبعا الحالة المادية سواء كانت جيدة أو سيئة، بس متطلباتك بسيطة يعني. تجمعها تروح مثلا تشتري غزل بنات، تروح تشتري فتاش بين قوسين شراقي. فتاش هاي طرقات. زين. يعني شغلات بسيطة. بس هلا بما انه نحن هلا يعني تطورنا وانه تغيرت الحال، فممكن مثلا حتى مثلا ولد صغير تلاقيه يجمع عيديات، شو بدك تشتري؟ والله بدي اشتري ايبود مثلا، والله بدي اشتري تليفون، بدي اشتري لابتوب، بدي اشتري شيء. ما عاد موضوع مثل هلا، خصوصا الاشياء اللي تنزل هو يوميا تفاجئني. تمام. فانت شو الفكرة مثلا هلا انت مثلا نحن قاعدين هون مثلا تلاقي مثلا برا شغلة نزلت جديدة، انت عبين ما تيجي لهون وتروح تشتريها ورح تلاقي فرق بالسعر ومدري شو هذا الحكي، فراح تستنى كثير. ففي شيء خدمه هون يعني موجوده عند ارامكس او دي اتش ال، اذا سمعت سمعان بهيك شيء انت؟ هي هاي مال انه انت عن طريق الانترنت اذا تريد اي منتج يجيبوا لك اياه. يسوي مثلا تفتح ميل بوكس بامريكا او بلندن او حسب طبعا كل شركه، وتشتري منها وبريبيد وتخلص وبيجيبوا لك اياها لهون بسرعه. فإذا ما كان عنده حدا فكرة فيه كويس. انتم ما شاء الله مطلعين على الويكيبيديا منتديات. زين. شو آخر شيء سمعت عنه؟ اكبر هارد عرفت.
نوكيا طابوقه. يعني لا بلا مسخره. لا اخر شيء ايفون 5. ايفون 5 هذا اللي نزل مثل قلته. طبعا شو سووا لك ابل؟ نزلوا لك ايفون 5 وايباد. بيلعبوا على الاحجام. ميني ايباد وايفون كبروا. طب شو بس هسه اكو هذا شو اسمه الاختراع الجديد هذا، اضافوا له التاب، اضافوا له كيبورد. سندويش فلافل. يقول لك بما انه المنافسه طبعا نازله بالسوق، ايباد وايفون 5 وهيك، فمايكروسوفت مثل ما تعودنا احنا كلنا نعرف عن مايكروسوفت اوفيس ويندوز مدري شو، يعني قررت انه تنزل بشيء جديد يلي هو اذا سمعانين عنه شيء اسمه مايكروسوفت سيرفس. سمعنا عنه؟ هو عباره عن تاب جديد اللي هو ممكن بس استاذ المخرج الفيديو رقم 3 ممكن اشوف. مايكروسوفت سيرفس تاب جديد. طبعا شو انت ما في داعي بقى هلا تجيب معك اللابتوب كله او التاب مثل ما تعودنا من ابل. ايوه بالضبط هذا هو، انه تاب ومحدود وما بقدر ادخل عليه فلاشه، لا لازم اي تيونز مدري شو. لا هذا ويندوز كامل معك كامل، نفس التاب مع كيبورد مع الماوس، فلاش ترانسفير داتا، تنزل داونلود، تعمل بدك اياه. يعني رهيب. بس هو يعني تنفصل طبعا، انت تقدر تستعمله مثل التاب العادي من غير كيبورد. هو طبعا مالتي تاتش سكرين عادي، والكيبورد تاتش على ماجنتيك مثل ما راح نشوف هلا شلون الصوره راح تنقلب. شوف لسه ما انقلبت هلا بتنقلب. بس وبعدين السمك مالته كله واحد اثنين اقلبني اعصرني زين. سمكه 75 انش. لا والله صدق قد سمكه. شو يعرفني نحيف. متوفر طبعا بحجمين 32 جيجا و64. ال 32 ب $600 وال 64 ب $700. هذا اكسسوري يجي ويا الكيبورد يعني؟ الكيبورد مو انت تطلبه يعني؟ لا بيجي معه من ضمن سعره. بس طبعا انت تقدر تستخدمه بالطريقتين يعني بلا كيبورد او كانه لابتوب يستخدم ككفر همات الكيبورد. هو كفر اصلا. زين هسه يعني خلينا من زين على موضوع العيد والتاب وهيك. انتم هلا مثلا بما انه العطل العيد على مفهومنا الجديد صارت عباره عن اجازه، العادات خفت، راح نحاول نرجعها. بس اذا ما رجعت فانت راح تسافر لمكان او تعمل شيء. سمعتوا الامارات شو عامله بالعيد؟ شو عامله؟ هاي مال يا رب يسكت يخليني اقول شيء جديد. الامارات بمناسبه العيد فتحت المولات 24 ساعه. الموظفين شلون يجون؟ بجاي منهم والله العظيم. زين لا ترى صدق ما ادري والله بجاي منهم 24 ساعه يعني حتى تزيد المبيعات بطريقه ثانيه. ويعني انه هو 24 ساعه انك تروح مثلا في يوم الفجر تتسوق يعني كتغيير على اساس انه هاي يكسر لانه دخل انت كميه الزوار تقريبا مليون زائر صح زاد فتره الايام العيد. زين احنا بما انه بدنا نحكي عن العيد اكو تقرير اللي هو من الاردن اسماعيل سوى لنا مو اسماعيل سعدي سوى لنا اياه عن الأضحية. ما نريد نقول الطليان، نقول عن الأضحية، عن الأضاحي. فنشوف التقرير اللي هو رقم 2. نشوف التقرير ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير أعزائي المشاهدين. اليوم حنصور أجواء عيد الأضحى من بيع الخروف إلى ذبحه. حننزل جوه على السوق أو الوقفة، نسأل ونتقص عن أسعار وشلون طريقة البيع، الشراء، الذبح، يعني من هاي التفاصيل. خلوكم ويانا وتابعونا. الآن متوجهين إلى الوقفة. الوقفة هذا مصطلح عراقي اللي هو مكان يجمع به خروف. شنو جمعه؟ خرفان يعني بالعراق طليان. وهذا محمود اللي هو حي ويانا صورنا. خليكم ويانا تابعونا.
احنا هسه بموقع بيع الاضاحي او الوقفه. خلونا نفوت ونسال عن التفاصيل بيع وطريقه البيع، الاسعار، الانواع الموجوده. يلا خلينا نسال. انت وياي؟ تسجل؟ السلام عليكم. كيف انواع الخرفان اللي هنا؟ بلدي او بلدي، وفي روماني وفي استرالي، 3 انواع. نعم. وكيف الاسعار؟ يعني في اسعار يعني تتراوح من وين الى وين؟ يعني من 130 دينار ل 400 الخروف. كيف بديتوا يعني الوقفه هنا من قبل العيد كم يوم؟ 3 ايام. 3 ايام. وفي اقبال على الشراء والبيع؟ ايوه الحمد لله كويس. طريقه الذبح؟ ذبحان في نفس الموقع. نفس الموقع؟ نفس الموقع. طيب ذبح بيوم العيد؟ طيب مشكور. اول يوم وثاني يوم ثالث يوم رابع يوم. طيب مشكور. حياك الله. سهلا. طيب ننتقل هناك جوه. تعال بصير هناك بيع طليان وبايع. السلام عليكم. احنا عندنا تقرير عن بيع الاضاحي فنحب نصور، موافقين لو لا؟ عندنا تصوير تقرير عن بيع الاضاحي. كيفك؟ بس نحب نسألكم كم سؤال. السلام عليكم. كيف طريقة البيع والشراء والذبح امتى تبدون؟ طبعا احنا طريقة البيع والشراء بيجي زبون عندنا على الحظيرة بيختار الحلال اللي بده اياه، ان كان استرالي ولا بلدي ولا روماني، وبنتفق احنا وياه على السعر وبنعطيه علام، نحط له علام على الخروف. نعم. وبيجي ثاني يوم بس يقول الله اكبر بعد صلاة العيد بنبلش عاد احنا الذبح، كل واحد بيجي بيستلم اضحيته وبيذبحها وبيقطعها وان شاء الله انها تكون مقبولة. ان شاء الله. ان شاء الله. اي اكثر اللي ينباع هنا البلدي ولا الاجنبي؟ لا الاجنبي اكيد، لانه سعره في يعني في متناول الجميع. البلدي يعني ارخص. اجل ارخص من البلدي. طيب مشكور. على راسك. حياك الله. حياكم الله اخواننا المشاهدين من جديد، واحنا نريد هسه نشوف المشاركات اللي ويانا على الفيسبوك. طبعا نشكر الاخوه اللي يتواصلون ويانا دائما. معايدات الاخ قتيبة الادهمي، بسمة امل، عبد الله المازني، علاء حسين، يعايدون طبعا كادر البرنامج كله ويباركوا تحيه ونعايدهم، نقول لهم كل عام وانتم بخير. ان شاء الله ايامهم سعيده وكل سنه وكل عام هم بخير. الاخ عبد الله المازني، الاخت ناديه بوديبه، الاخ عبد الله الرشيد، قهوه قهوه احنا رادين في طريق عبير المزن، والاخ قتيبة الادهمي ايضا. فنشكرهم على التواصل وعلى هاي المعايدات. طبعا واحمد اسمح لي نشكر اسماعيل ايضا على اسماعيل النجار، اسماعيل السعدي على دائما هم دا يتابع ويانا ودا يحاول ينطينا مشاركات حلوه، فشكرا له. تعرف هو لو اعطاك حديثك شو نسي يصورنا؟ تفضل. صدري كنافه. اهم شيء في العيد صدري كنافه. كنافه. انا ردت نشوف الفرق بين التقاليد بسوريا والعراق بس مو وقت. لا مو وقت هلا، نحن عم نموت هلا الحمد لله. ايه المهم كمل. بس احمد يعني طبعا هاي الاضحيه شيء مميز او من مميزات عيد الاضحى، بس اكو شغله ثانيه اللي هي يعني اتمنى انه انت تقدم لنا اياها بشكل مفصل. احنا موضوع تكبيرات العيد ما اعرف شيء يعني. انا اقدمه تكبيرات العيد بالعراق. ثواني. اي اوكي رجاء ما تتدخلش في الحاجات بتاعتي. انت تقول متى يقول لك اسماعيل التكبيرات احنا بالعراق احنا عندنا مقام خاص بينا بالعراق غير باقي الدول، يعني مو مثل ادري الشام اخذت دور اسماعيل بحكي امانه بالله. تفضل. دوري. تفضل. لا والله صدق اريدك تقول لي يعني. لا بالعراق اكو تميز يمكن
التكبيرات بالطريقة العراقية ما مشهورة ببقية البلدان، مع أنه هي تقريبا أجمل شيء، يعني مو لأنه أنا عراقي أقول هي أجمل، بس لأنه كل من يسمع التكبيرات بالطريقة العراقية يعجب بها، وخصوصا أنه تستخدم مقام اسمه مقام تشارقا أو جهارقا. تشار يعني 4 بالفارسي، وجهار بالتركي؟ والله ما أدري، بس تشوار بالكردي، نقول باللغة الكردية تشوار يعني 4. المهم تشارقا، اكو دوغا، اكو سيغا، اكو بنجيغا، اكو يعني نفس ما الدوم. اي يعني طبقه سيجا أو بلاي ستيشن. اي. فالتشارقا اللي هو من عنده تكبيرات العيد العراقيه. ايضا اكو اللي هو منها قطعه متفرع منها مقام اسمه الماهوري، اللي هو هذا يؤدى به التكبيرات العراقيه. احنا هسه راح نقارن بين التكبيرات العراقيه وتميزها والتكبيرات في المغرب العربي والتكبيرات المنتشره اللي هي في الخليج وكذا، اللي هي اساسا هي تكبيرات تركيه وليست يعني تكبيرات عثمانيه. السؤال لو قطعتك هلا انت ذكرت 3 تكبيرات، ال3 بعدين كل بقيه الدول بيمشوا على هدول ال3، يعني هن هدول 3 الاساس. العراق متميز ما حد يمشي عليه. تمام. تركيا اغلب الدول العربيه، المغرب دول المغرب العربي، واكو التكبيرات المصريه اللي هي الله اكبر، الله، سوريا ومصر وكذا. زين ها حتسويها بصوتك؟ التكبيرات العراقيه حسويها بصوتي اللي هي فبأي آلاء ربكما تكذبان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه الأداء يعني يتفرد به أو تتفرد به الطريقة العراقية. ودائما يقرون سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هي تكون التسليمة، وتكون التسليمة مميزة، تيراريرا ريرا لا 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 الله، يعني ثابتة. المغرب طريقة مختلفة تماما. احنا ممكن نشوف ونسمع طريقة التكبير بالمغرب، نشوفها ونعلق عليها. هسه شفنا التكبيرات بالطريقه المغربيه. انا اللي عجبني، مو اللي عجبني، اللي خلاني اتعجب انه حتى الكلام يختلف. ما ادري هي اكو اكثر من صيغه للتكبير، ما اعرف. بقى هسه شنو مثلا ناخذ المثال التركي. اللي يعجبني بالاتراك انه التراث مالهم محافظين عليه محافظه كبيره جدا، مع انه هي دوله مثلا 80 سنه ظلت علمانيه، بس حافظت على التراث وخصوصا التراث الديني ماله محافظة شديدة. السلاطنة العثمانيين كانوا مؤلفين وشعراء، كل هذه الأعمال مالتهم أدوها وأحيوها بأوركسترات ووزعوها أكثر من توزيع وكذا. هسه راح نشوف مثال هم أدوا على الحجاز التكبيرات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله، ما يعني هذا اللي هو الطريقة التكبير خصوصا بالحرم، مصر والشام صح؟ اللي بالحرم مكة. فهسه راح نشوفه. طبعا هم هنا هاي مقطوعة موسيقية مسويها يسوون بها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين يبدي بالتكبيرات، فاحنا ممكن نشوفها وايضا نرجع. هاي شفتوا طبعا الأداء بالطريقة التركية حجاز يعني، وأغلب دول الخليج تقريبا تتبع هذا النظام بالتكبير، فيبقى الأداء العراقي متميز طبعا. بس قبل ما نختم أيضا معايدة من الأخت إلاف التميمي أيضا دزتها قبل شوية، فنشكرها ونعايدها كل سنة وكل عام وأنت بخير والجميع إن شاء الله بخير. ونشكرك أحمد على هذا التقديم الحلو اللي دائما عودتنا عليه. يبارك فيك. ونقول للمشاهدين كل عام وأنتم بخير مرة ثانية، وإن شاء الله كل أيامكم سعيدة، ونشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية بموضوع جديد. في أمان الله. كل عام وأنتم بخير وفي أمان الله. مع السلامة.